نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا إلى جنة الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبابي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو الأدب النبوي يرشدنا ويعلمنا كأمة آمنت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ويقول المولى عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو الله العليم ينعم على الأمة المحمدية، فلا يكاد ينقضي يوم إلا ويأتي يوم فيه خير عظيم لتلك الأمة. وهذه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بعد أن احتفلت بقضاء عبادة لله سبحانه وتعالى وركن الحج الأعظم، ركن الحج الركن الأعظم في الإسلام، وبعد أن احتفلت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية، ها هو الله سبحانه وتعالى يهدي إليها سنة جديدة نحتفل بقدومها غدا بمشيئة الرحمن. سنة هجرية قد مضت وسنة هجرية قادمة، فهل وقفنا مع أنفسنا وقفات لنتساءل عدة أسئلة: ماذا فعلنا في السنة المنصرمة المقدمة؟ وماذا ننتوي أن نفعل في السنة القادمة؟ ولماذا صار خروج الأمة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بداية للتقويم الهجري لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العبر والعبرات في هجرة النبي؟ وما هي بطولات رجال هذه الأمة في هذه الهجرة المباركة؟ ثم ألنا من هجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تساؤلات وجب علينا أن نقتنص قدوم تلك الذكرى العطرة عليها وعلى صاحبها أزكى الصلاة والتسليم لنتساءل في هذه الأسئلة: لماذا صار خروج الأمة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون بداية للتقويم الهجري لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حين أراد خروج هذه الأمة أن يجعل لنا عاما نحتفل به ونذكر به تاريخنا ونؤرخ له خلافا لما كان يحدث أيام الجاهلية. فهذا يسمونه عام الفيل، وهذا يسمونه عام الرماد، وهذا يسمونه عام الحب. لذلك أراد خروج الأمة أن يكون للمسلمين تقويم يحتفلون به أحداثهم، وخاصة أنهم قد حملوا وراثة النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا هذا العام. فعلم خروج الأمة ذلك التاريخ الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في تاريخ هذه الأمة وقفات لا بد أن نقف عندها. لذلك أراد أن ينقلها إلى الأمم التالية مؤرخة. فلماذا اختار هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ حين فكر في التقويم أشار عليه البعض أن يختار ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل النصارى، فردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خالق اليهود والنصارى. فامتنع أن يبدأ العام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشير إليه أن يبدأ التقويم
في رحلة الإسراء والمعراج، تلك الجائزة والهدية التي قدمها الله سبحانه وتعالى لعبده ليرفع ما به من حب وليشد من أجله فيما كان يعانيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر لماذا اختار الهجرة. اختار الهجرة رسالة للأجيال القادمة ولنا أن هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي مدرسة متكاملة الأركان لا بد أن نتدارسها وندرس العظات والحكم التي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة خرج من بلد البلد 13 عاما يدعى فيها إلى الله سبحانه وتعالى وأصبح من يقول لا إله إلا الله، فخرج إلى أرض صدق قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون نواة الدولة الإسلامية. اختار الهجرة ليعلمنا كيف نبني دولتنا الإسلامية، لنتدارس عبر الهجرة ونرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من بلد بها المسجد الحرام وبها أصنام حول الكعبة لبلد آخر يدعو فيها ويقيم فيها اسم الله ليقيم دولة الإسلامية، فانتقل إلى بلد فيها حروب بين قبيلتي الأوس والخزرج منذ 42 عاما. انتقل إلى دولة فيها حروب بين أكبر قبيلتين في الجزيرة العربية 42 سنة يحاربوا بعض. انتقل إلى دولة أصبح بها الأنصار والمهاجرين واليهود والمنافقين، تعددت الطوائف فيها، فأراد أن يطرح ذلك أمامنا وأمام تلك الأمة لنعي كيف نعيد بناء دولتنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حط بالمدينة وبها هذه الطوائف، وكيف تعامل مع اليهود والنصارى، وكيف تعامل مع الأوس والخزرج، وكيف تعامل مع الأنصار والمهاجرين. دروس وعبر. هذا عن اختيار سيدنا فاروق الأمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى هجرة الحديث وما بها من عظة وعظات نتعظ بها ونعلمها أبناءنا، تلك الأبناء الذين بعد عنهم ذكرى الهجرة وتفاصيلها وما كان فيها من آداب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من عبر. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بهجرته من أول يوم هو الدليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الناس أمين الوحي جبريل لأول مرة وارتد إلى بيته وقال زملوني فلما أفرق من شدته أخذته يده أم المؤمنين خديجة وذهبت به إلى ورقة معها. فانظر ماذا قال له ورقة بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له إن قومك لمخرجوك وإن أراد الله وكنت حيا لأؤمنن بك ولأنصرنك. قال أو بشيره؟ قال ما من نبي أتى بما آتيت به إلا وأخرجه قوم. فهو الله سبحانه وتعالى يمهد لنبي هذه الأمة خبر برب من بلدته المحببة إليه من أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام 13 عاما يدعو الله سبحانه وتعالى في مكة الآتين لحج بيت الله والمقيمين بمكة يدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد. فما كان ربهم إلا أن اشترطوا غضبا وسخطا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورزقوهم ما لا يرزقه بشر لبشر إلا في الغابات والوحشات. ها هو بلال مؤثر النبي صلى الله عليه وسلم يربط في صحراء مكة في عز الصغيرة ويوضع على قلبه وعلى صدره حجر كبير يرفعه الرجال يضعوه عليه ويسأل ارتد أو انتقد عن دين محمد فيقول أحد. صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبون ويبتلون ويقتلون، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، وينصحهم حين سئل عن السبب قال إن فيها ملك لا يطلق عنده أحد. العدل في هجرتك ابحث عن العدل، ابحث عن أن تكون آمنا في شعائرك في دينك، في عبادتك لله سبحانه وتعالى. إن فيها ملكا لا يطلق عنده أحد، فيهاجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى وتتبعهم قريشا إليها، ثم يصل إليهم أن قريش قد أسلمت فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة أخرى، وتمر 13 عام يذوق فيها النبي وأصحابه من ألوان العذاب أشكالا وألوانا، وما كان لهم وما كان مطلبهم من الكافرين إلا كما قال الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. أرأيتم ثمن الإيمان بالله؟ أرأيتم حجم تلك النعمة التي نحن فيها؟ فمن منا عذب حتى يؤمن بالله؟ لقد أتانا الإسلام بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين على راحة لنا، فلم نخزى فيه ولم نطعن فيه، ولا هو إسلامنا يأتي إلينا، فلنحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد بيعة العقبة الثانية، حين يأتي أنصار المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه على أن يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكموا ويمنعوه مما يمنعون منهم أنفسهم وأهليهم، وأن يدافعون عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيقول الله سبحانه وتعالى أن يسافر إلى هذه الأرض الطيبة التي أثبتت نباتا حسنا وظهر فيها بذرة الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة المنورة، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فيأذن لأصحابه. وانظر أدب الصحابة رسول الله، أذن الله بالهجرة وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ويأتي في الحديث ما من صحابي هاجر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا واستأذن رسول الله. هذا لا ينفعنا أن أغادر مدينة بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان بأمره إلا أن أستأذنه. ويأتي صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له على رزقك يا أبا بكر لعلها تكون صحبة، على رزقك يا أبا بكر لعلها تكون صحبة، فيستبشر أبا بكر ويأمن في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن منا لا يأمن ويأمن في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعد على ظهر الموت. تقول أمنا عائشة لما أحس أبي بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأحضر دابتين فرعاهما 4 أشهر، بمجرد شعوره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون صاحبا له اشترى دابتين وأنتزهما 4 أشهر يرعاهما ويحسن إليهما. وأتى علي بن أبي طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أن يبيت في فراشه ويؤدي أمانات الكفار إليهم في الصباح من اليوم التالي. وهنا نتفاءل إلى ما يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دور الشباب. علي بن أبي طالب ذلك الشاب اليافع يميل في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقع بإرادته صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذه الناس مئات من الشباب ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليضربوه ضربة رجل واحد، إلا أنه لم يكن له
والخيار. ما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وما كان لمؤمن أن يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يأمر علي أن يبيت في فراشه، وعلي يستجيب لهذا النداء الشهيد. ثم نسمع هذا وذاك يتطاول على علي وعلى فاطمة وعلى عائشة. رأيتم أحبابي وأحباب رسول الله يمتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبدمه، ونسمع هذا وهذا يتطاول على صحابي رسول الله وابن عم النبي وزوج ابنته الحبيبة فاطمة. علي يبيت، وحين يبيت علي في الفراش يجتمع الكافرون في دار الأدوى ليقرروا ما يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي انتشر وإجراءه الذي باع في بها وبدأ المسلمون يخرجون. وهنا نتساءل إذا كان كفار مكة في ذلك الحين لا يرغبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من استطاع أن يقيدوه ويسجنوه ويقطعوا عنه الصحابة حتى يموت، ومنهم من استطاع أن يلقى خارج مكة، ومنهم من أمر وهو أبو جهل أن يجمع من كل بطن من بطون مكة رجل فتيا شابا يحمل سلاحا، ثم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يرسله خرج رجل واحد فانحرر له بين القبائل فلا تقوى لنعاش إلا على قبول الدنيا. إذا كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم صبره إلى هذه الدرجة، فما الضرر منهم إن أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا حاربت قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن ننتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكلام، لأن كلامه من الله العزيز العليم. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نشر إسلامه، كما أن خروج الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني الصحابة، لم يعني كفار قريش، ولكن خروج النبي هو الذي يعنيهم، ولذلك لا بد أن يمنعوا. فلما؟ لأن كفار قريش كانوا يعلمون أنه زوال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من مخططات لنشر الإسلام لا يقوى أصحابه على القيام بها وهم خارج مكة خشية على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أعدت الكفر عدته، وأعدت رب البرية عدته، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الناصرين. هم يعصون أنفسهم ورب البرية يحمي رسوله، ونبيه صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثال في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ذات النبي الذي أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد ومكان نومه لا يزال لاجئا. وها هو ذات الإله الذي فعل ذلك. فلنتساءل لما لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة أن يمنع عنه كيد الكافرين وأن ينقله من مكة إلى المدينة بدون جهاد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يرسل إلينا رسالة توكل على الله حق توكله. أتى عمر بن الخطاب صاروخ الأمة المسجد ذات يوم فوجد رجالا فيها يشكون الفقر، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال لا والله بل أنتم المتوكلون، إنما المتوكل الذي يضع المزرعة في الأرض ثم يتوكل على الله. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب سرية تامة في هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إعداد للعدة
فيكتم الأمر عن جميع من حوله حتى عن صاحبه أبا بكر الصديق، وكلما آتاه قال له على رزقك لعلها تكون صحبة. فلما أذن رب العزة وأتى سيدنا جبريل فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة والهجرة، قال النبي: من صاحبي يا جبريل؟ الرسول يطلب الصحبة، الرسول يطلب الصحبة في هذا الشهر الشاق، في هذه المباركة. ومن يقول صاحبي؟ قال أبو بكر الصديق. الله سبحانه وتعالى يقرر لأبي بكر أن يكون صديقا وصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. أي تكريم هذا لأبي بكر، أي تكريم هذا لأبي بكر وآل أبي بكر. يحكى أن سيدنا عمر بن الخطاب في عهد خلافته تحدث قوم عن عمر وأبي بكر فكأنما فضلوا عمر على أبي بكر، فوصل ذلك إلى لسان عمر. فانظر ماذا قال فاروق الأمة، قال: والله لليلة من أبي بكر أفضل من عمر وآل عمر. وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب فاروق الأمة: لليلة من أبي بكر فضل أو خير من عمر وآل عمر. ولما سئل عن تلك الليلة قال: هي ليلة باتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. أي تكريم وأي تقديم هذا! ليلة فضلت أبا بكر على عمر وآل عمر. واسمع ابن عباس ماذا يقول في قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ومده بجنود لم تروها. يقول ابن عباس في هذا القول لله العلي الجليل، يقول: عاتب الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام منذ البعثة وحتى يرثوا الله الأرض ومن عليها إلا أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. الناصر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وانظر ها هو النبي يأتي إليه الأمر بالهجرة فيخرج مسرعا إلى أبي بكر فيأتيه في ركن صغيرة، وما اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ذلك، فيدخل النبي على أبي بكر فيقول: يا أبا بكر لقد أذن لي بالهجرة. قال: هي صحبة يا رسول الله؟ قال: نعم هي الصحبة يا أبا بكر. ثم انظروا الأدب الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا إياه. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل دار أبي بكر. النبي يستأذن لدخول بيت أبي بكر، لم يغتر بما له عند الله سبحانه وتعالى ولا لما له في قلوب المسلمين والمؤمنين ولا لمحبة أبي بكر. يعلمنا آداب الاستئذان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بالدخول على دار أبي بكر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل فأمر أبا بكر بإخراجه. فانظر كيف قدم أبا بكر ماله وأهله لله. يقول: يا رسول الله إنما هم أهلي وأهلك، لا خشية منهم يا رسول الله، إنهم أهلي وأهلك. فيقول له النبي: لقد أذن لي بالهجرة. فيقول: يا رسول الله لقد أعددت راحلتين للسفر. فيقول النبي: أشتريها يا أبا بكر. فيقول أبا بكر: يا رسول الله إنها لك، إنها لك، وحتى يا رسول الله. فيقول النبي: بثمنها يا أبا بكر. أشتريها بثمنها. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في جهاده يبتغي الأجر من الله، لا يريد أن يشاركه أحدا في الأجر. هكذا الحرص على الجهاد في سبيل الله. ويخرج أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى البيوت الإسلامية
كيف كان تربى في عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: أتى جدي أبا قحافة وكان شيخا ضريرا، فأتى بعد خروج أبي والنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى الدار قال: أهلككم أبا بكر وأهلك نفسه وماله. وقد خرج أبي بما كان في البيت من مال، وكانوا 6000 درهم. فيقول أبو قحافة جد أمنا عائشة: أهلككم أباكم وأهلك نفسه وماله، خرج بنفسه وماله ولم يبلغ له شيئا. فانظر كيف تصرفت تلك الفتاة المسلمة التي تربت في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيت صاحبه. تأتي أمنا عائشة وتضع سيارة في إناء كان يضع فيه أبيها ماله، ثم تعطيه بقطعة من قماش وتقول: أي يا جدي انظر لها، فها هو أبي قد سرق الخير لنا. فلما تحدثها على الرحاة قال: أحسن أدبا. لا تريد أن يوغر صدر جلدها على وجهها. هكذا نتربى، وهكذا ربى صحابة رسول الله أبناءهم على مدى الضغينة والغضب من قلوب الناس. انظر يا جدي، لقد خلق لنا أبانا خيرا كثيرا، فيقول: خيرا ما فعل. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وانظر كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزة. علي يميل بفراشه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الكافرين أمام الباب، يخرج بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما خرج تلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. يخرج النبي والكفار والمستيقظين آل جلدة فلا يروها، يرى القرآن على رؤوسهم رسالة إليهم: من هذا التراث خلقنا وإلى هذا التراث نعود، فنرجو الإجابة لرب الوجود. كيف يكون وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى حين تسأل أنك كنت من الواقفين أمام بيت النبي تريد روحا؟ استيقظوا يا قوم، رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش. ثم ينطلق النبي وصاحبه، وقد أعد دليلا له في هجرته عبد الله بن غيث، ذلك الشخص الكافر، ولكنه خبير بالروح، فأخذ عليه العهد. ولنا هنا روحا، أخذ على العهد على الكافر فلم يكن. فما ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خان. أين نحن من آداب النبي صلى الله عليه وسلم تلك؟ أين نحن من قول عمر بن عبد العزيز: كونوا رعاة لله قانتين؟ قالوا: كيف؟ قال: بأفعالكم، ليس بأقوالنا وإنما بأفعالنا. نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم فندعو الناس إلى الإسلام، ليس الدعاء إلى الإسلام بالأقوال فقط. أحبتي وأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرفعون إليه بالراحلتين ويأمرونه أن يأتي بما عند غار ثور بعد 3 أيام. وهنا نتساءل: لما 3 أيام؟ ولما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم جنوب مكة في حين أن مكة شمال مكة، المدينة شمال مكة؟ إن من فقد منه شيء بحث عنه في اليوم الأول بهمة ورشاد، ثم يكثر همته بعدها في اليوم الثاني، ثم الثالث، ثم ينصرف عنها. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قريشا لا بد منها تطهره، فانطلق إلى جنوب مكة بدلا من شمالها، وانتقل الساحل، ونساء ركز
مكث في غار ثور 3 أيام، لقول سيدنا أبا بكر مكثنا في الغار 3 أياما هجرة. مكثوا 3 أيام أثناء الهجرة. طيب 3 أيام دول كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعد عدته وجهزه بها صاحبه في الغار أبا بكر، أخذ ماله كما ورد في حديث أم عائشة، وسخر ولده عبد الله بن أبا بكر يقضي النهار في مكة يستمع أخبار الكفار والمنافقين، ثم إذا جن الليل ينطلق إلى غار ثور يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وآله بما أنكر فيه الكفار والمشركين. وهو عامر بن محيرة مولى أبا بكر يسخره أبا بكر بغنمه، فينطلق بالصباح الباكر يمحو آثار عبد الله بن أبا بكر من الغار إلى مكة، فإذا جاء الليل حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومحى آثار قدوم عبد الله بن أبا بكر. وهي أسماء وعائشة يعدان الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فحين جاء وقت حمل الطعام لم تجد أسماء ما تحمل به الطعام، فشقت نقاطها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدلك الله بهما نساقين في الجنة، ولذلك سميت بالذات النساقين أسماء بنت أبا بكر. وهو أبا بكر يضحي بنفسه وولده ومولاه ومنتاه في سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقصون في الغار ويعشر النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبا بكر، فطارة يسير على يمينه وطارة يسير على شماله وطارة أمامه وطارة أخرى خلفه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما حملك على هذا؟ قال هي طمأننت صرت بجوارك يا رسول الله، فإذا تذكرت الطرد والطاردوك أردت أن يكون الضرر بي فأسير أمامك وأسير خلفك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألو كان لي شيء أوددت أن يكون بك يا أبا بكر؟ قال والذي بعثك بالحق لئن أقتل أنا فأنا رجل وإن تقتل أنت فأنت رسالة. يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رزقك يا رسول الله أتفقد لك الغار. فلما دخل الغار وجد به 3 شهور فسد 2 ولم يجد ما يسد به الثالث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. فلما دخلوا استراح النبي صلى الله عليه وسلم فنام على قدم أبا بكر، وهو أبا بكر لم يجد ما يسد به الشهر الثالث، فأخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه ما يزيد، فوضع قدمه قد هذا الجحر بقدمه الشريف، فوضع قدمه في الحجر الثالث، فخرجت حية فلدغت أبا بكر، فبكى أبا بكر من شدة الألم، فتطرقت دمعة من أبا بكر على خد النبي صلى الله عليه وسلم ليستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا بكر ماذا ملكت؟ قال لدغتني حية يا رسول الله. قال ولم لم توقظني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. هي ألم ويخشى أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم ما بعده وتنطلق بحافل الكفر تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وينظرون 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتهم ب100 ناقة، فإن كانت أيام اليوم فهي كانت تعد ثروة قديمة أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدية كانت تدفع بالنوق، والزواج كان يرتم بالنوق، والعوض كان بالنوق، لذلك كان لها من الأهمية في المكان ولعدمها بأهمية من المكان.
فانطلق الكل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما اقترب الكافرون من غار ثوره ووقفوا على بابه انظر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخشى عليه يقول يا رسول الله لو قدر أحدهم موضع قدميه لرآنا، فانظر لرب النبي صلى الله عليه وسلم الوثق من نفسه، وانظر قبلها إلى رب صاحبه وأخيه موسى حين قال له القوم إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي سيهدين. فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد ذلك المحاور أو صاحبه الجميل قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يقين بأن الله معهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يقول فيها الله سبحانه وتعالى وإن مكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ادعوا الله لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسوله الذي اجتبى عليه الصلاة والسلام والتسليم. ونعم ها هو الكفار ينطلقون على الله، وهنا يجب أن ننبه إلى أنه ورد الكثير والكثير مما نحكيه لأبنائنا عن قصة العنكبوت والحمامتين الذين باتا أمام الغار، ونرى أن منهاجنا وسيرتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بالرجال الثقات، ولم يرد فيهما شيء عن هذا العنكبوت أو عن هذين الحمامتين. لذلك نبغي أن نوصل لأبنائنا ولأنفسنا الحقيقة كما وراها أبا بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليس بحاجة إلى أن نظهر معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نضيف معجزات جديدة ويكفيه نصر الله له. وقد لخصتها الآيات الكريمة التي تلاوتها، وكذلك حديث أبا بكر حين سئل عن الهجرة. ونعود لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم متوجها يا رسول الله إن عيني سقطت في عين أبا جهل، فيقول يا أبا بكر أما تقرأ قوله تعالى فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما إلى مكة بعد 3 أيام بعد أن أتى إليهما عبد الله بن أبي بن راحلتين فانطلقا. وهنا يأتي رجل إلى قوم من قريش فيقول لقد رأيت البارحة 2 ومعهما ثالث يسيران في طريق المدينة، فينطلق القوم فيقول لهم سراقة على رسلكما إنهما من قبيلة كذا وكذا وليس بمن تطالبون، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وينطلق سراقة في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتنم البيعة ناقة، فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تغور الساق 3 فيأتي سراقة واقفا على قدميه ويرتعد، فيعلم أن ما يفعل ذلك إلا نبي، وما حال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة، فيقول يا محمد آمني. قال والمنه على ألا تضل علينا أحد؟ قال نعم. قال يا سراقة أو أزيدك؟ فلعله النبي صلى الله عليه وسلم بسوار
وانظر حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يخرج مهاجرا وخلفه مطاردوه الذين يطلبونه، ويخرج من بلده إلى بلد آخر، وفي هذه المحنة ماذا يصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا يعد سراقة بسواري كسرى أكبر دولة في العالم في هذا التوقيت يعتد بها. وانظر لماذا صدق سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أن ما حدث أمام عينه إلا برعاية الله سبحانه وتعالى كرسوله. فانطلق سراقة يضل عنهم القول، ونعود إلى سراقة وسوار. يقال أنه حين فتح الفرس والمسلمون الفرس وأتى بسوار كسرى إلى عمر بن الخطاب بعثه إليه سعد، فلما أتى سوار كسرى اعتلى عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين لي بسراقة بن كسرى؟ أين لي بسراقة بن مالك؟ فقال: ها أنا يا أمير المؤمنين. قال: بماذا وعدك الله ورسوله يا سراقة؟ قال: وعدني بسوار كسرى. قال: فها هي، وصدق الله وصدق رسوله. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا ثلاثا في هذه الرحلة. فينطلق النبي ويأتي إلى قرية بها امرأة عجوز وشاة ضعيفة، فيدخلها وأبى له، فيقول لها: يا أمة الله، أما بيتنا شيئا من لحم أو دم؟ قالت: والله ما لدي من شيء. قال: فاحلبي لنا لبنا. قالت: ما فيه في بيتنا إلا تلك الشاة ضعيفة، وما حملها على الضروب مع الشاة إلا ضعفها، ما خرجتش مع الشاة عشان ضعفها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحلب الشاة فتضر لبنا، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتوي، ثم يملأ الإناء فيشرب أبا بكر حتى يرتوي، ثم يملأ الإناء فيشرب عبد الله بن مراقب حتى يرتوي، ثم يملأ الإناء فتشرب المرأة، ثم يملأه ويترد للمرأة ويمشي. فيأتي زوج المرأة فيقول لها: من أين لك هذا؟ فتقول: آتانا رجل طيب الطلعة وفعل كذا وكذا. قالت: فيه لي. فلما وصفته قال: والله ما أراه إلا مغارة قريش قد أتانا، وإني والله لأخرت شهادتي له بالرسالة حتى ألقاه، فاحزني أن تعزئي مهاجر إلى مدينة رسول الله. وينطلق على بكر ورسول صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق يقول أبا بكر: فاستظل نبي الله صلى الله عليه وسلم بصخرة، ففرشت له رجالي فنام، ثم انطلقت أطلب الطعام، فإذا بعبد له شاة فحلبتها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته وقد استيقظ. انظر ماذا قال أبا بكر الصديق: فدفعت إليه اللبن فشرب حتى ارتوى. أبا بكر الصديق لا يقول شرب رسول الله حتى ارتوى، ولكن يقول دفعته إليه فشرب حتى ارتوى. أبا بكر يرتوي برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينطلق النبي فيدخل المدينة المنورة ويلقاه أهلها، ثم يقيم فيها، وأول ما يقيم أول بيت وضع لله سبحانه وتعالى يذكر فيه بشعائر الله ومسجد قباء. يقيم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء في رسالة إلى هذه الأمة إلى أهمية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أول الأسس التي وضعها في الدولة الإسلامية الحديثة: أين أصحاب لربك؟ أين نحن من بيوت الله؟ أين نحن من مساجد الله؟ أين نحن من أولى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته؟
أول ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة، والكل يزاحم على أن يأخذ راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول ويقول ادركوها فإنها مأمورة، إلى أن مكثت في مكان المسجد النبوي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائه. ثم انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وسيلة إلى المدينة، والكل يتزاحم يريد أن ينال شرف استضافة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المؤمن الفضل ماذا يفعل. هو أبا أيوب الأنصاري وجد الجميع يتجاذبون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون استضافته، فصارع إلى حمل راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلها داره. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين رحالي؟ قالوا في بيت أبا أيوب. قال المرء مع رحاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبا أيوب. وانظر قول أبا أيوب يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونورنا مكان نورين السفلي والعلوي، فخشيت أن أصعد العلوي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارفق لأهلك وتركني ومن يأتيني في الأرض أو في السفلي، فغلقه أبا أيوب الأنصاري في السفلي. ثم انظر حديث أبا أيوب يقول فانتبهت ليلا وقلت ساعة لك أبا أيوب أتعلو سقفا تحته رسول الله، أتعلو سقفا تحته رسول الله، فأيقظت أهلي وتنحينا جانبا، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قلت له يا رسول الله والله لا أعلون سقفا تحته رسول الله. مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لو تناقشنا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى صوتنا على صوت صاحب الحديث. أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودروس المشيرة لا يستطيع الله ذكرها جميعها، ذكرت منها القليل وبقى منها الكثير والكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع رسول الله. اللهم ارزقنا الأدب مع رسول الله. اللهم كما أدبت محمدا فأحسنت تأديبه أحسن تأديبنا. اللهم أجبنا بدل الحبيب محمد وصاحبه. اللهم أجبنا بدل الحبيب محمد وصاحبه، وأجب زوجاتنا وبناتنا كآداب دون أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا شأننا وتولى أمرنا. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم ارزقنا حسن اتباع النبي. اللهم ارزقنا حسن اتباع النبي وحسن التأثر بآدابه يا رب العالمين. وبعد إخواني وأحبابي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعنكم الصلاة يحفظكم ورحمة الله. الله أكبر الله